السلام عليكم. منذ قيام الدولة العثمانية في عام 1299 وهي في السعي لتوسيع نفوذها خاصة في الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، ونجحت تقريبا في ذلك ما عدا بعض الأجزاء. أما في الجبهة الغربية وجدت السلطنة المغربية وشهدت على 3 سلالات مغربية ولم تقدر على الإطاحة بأي منها، وظل المغرب والدولة العثمانية في نزاع حدودي لأجل الظفر بالنفوذ في البحر المتوسط والزعامة على شمال إفريقيا. وازدادت شدة الصراع خلال عهد السلالة السعدية وبداية عهد السلالة العلوية. يعني التنافس كان في أوجه من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، وفجأة تحول هذان العدوان إلى أصدقاء، بل وتطورت العلاقات إلى تحالف على جميع الأصعدة. فما السبب وراء تغير هذه العلاقات؟ سنرى بعد الفاصل. كانت العلاقات المغربية العثمانية مستقرة خلال بداية التوسع العثماني، لكن عند اقترابهم من الحدود المغربية بدأت المناوشات والصراعات الحدودية خلال العهد الوطاسي. في نفس الوقت بدأ بروز نجم السلالة السعدية. تحول الصراع من مغربي عثماني إلى مغربي مغربي، وحرب بالوكالة تدخل فيها الطرف العثماني عن طريق دعم الخصوم ضد بعضها البعض. إضافة على هذا الشيء لازم تعرف خلال ديك الفترة رغم الأزمة التي كانت تمر منها الدولة الوطاسية، إلا أن سلاطينها كانوا يحظون بقيمة لدى ممالك شمال إفريقيا قبل مجيء العثمانيين، الشيء اللي ما استوعبوش خير الدين بارباروس عند نزوله بالجزائر. حكى في مذكراته أنه قدم توبيخ وتحذير شديد اللهجة لأمراء الجزائر، إما أن يبايعوا السلطان العثماني ويدعوا له في المساجد ويضربوا العملة باسمه، أو ليتحملوا العواقب. بل أكثر من هذا الشيء، هذا القائد العثماني اللي قلدت له مهمة السيطرة على البحر المتوسط كان كيشوف أنه لن يتم إخضاع شمال إفريقيا تحت سلطة الباب العالي ما لم يتم إخضاع المغرب، وفصل الأمر بقوله أنه ولا مملكة كتعني له شي حاجة ما عدا المغرب اللي كانت كتحكم أسرة عريقة اللي هي السلالة الوطاسية وقتها. وهذا القلق تجاه المغرب غيبقى ملازم العثمانيين للقرون القادمة، ونشوف تجلياته بعد قليل. بعد ضم الجزائر لسلطة الباب العالي في عام 1516 وضم آخر معاقل الدولة الزيانية في عام 1551، وصلوا الحدود المغرب اللي كان في أقصى حالات ضعفه، والسلالة الوطاسية تلفظ أنفاسها الأخيرة. الشيء اللي استغلوا الإسبان والبرتغال واحتلوا السواحل المغربية، يعني بالدارجة المغربية كانوا بايعين الماتش. ولكن لحسن الحظ ظهرت سلالة جديدة. هاد السلالة اسمها الزيدانيون، أو مشهورة أكثر بالسعديين. علاش الزيدانيون؟ حيث المؤسس الأول اسمه زيدان. ولماذا تمت تسميتهم بالسعديين وهو الاسم أكثر شهرة؟ السبب كان اختلاف حول نسبهم، هل هو فعلا شريف؟ وبعض قال أن نسبهم يرجع لقبيلة بني سعد التي تنحدر منها حليمة السعدية أم النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. نكمل لك البقية. هاد السلالة الجديدة ظهرت على شكل حركة مقاومة ضد المحتل الأوروبي، وكان لها مشروع تحرير السواحل، وبدأت حملتها من سوس. وأكبر إنجاز داروه بعد معركة واد المخازن هو تحرير مدينة أكادير من البرتغاليين في عام 1541 من طرف السلطان الثالث وأحد أقوى حكام الدولة محمد الشيخ. أصبح له عزيمة توحيد المغرب تحت رايته والقضاء على الوطاسيين. وقدر في عام 1549 يسيطر على فاس، وهرب السلطان الوطاسي أبو حسون نحو الجزائر، وطلب من الأتراك يساعدوه في استرجاع عرشه. في مقابل ذلك يدخل في بيعة السلطان العثماني، ولكن السلطان محمد الشيخ حاول يجر العثمانيين لعنده وعرض عليهم محاربة عدو مسيحي مشترك. وبالتأكيد العثمانيين قبلوا، محد كان لكلا الدولتين حلم استرداد الفردوس المفقود. ولكن العثمانيين حطوا شرط هو خضوع المغرب للباب العالي. وهنا محمد الشيخ رفض، فما غيبقى لسليمان القانوني إلى إرسال أبو حسون الوطاسي مع جيش يشن هجوم على مدينة وجدة الحدودية ونواحيها. ولكن قدر السعديين يصدوهم ودفعوهم حتى لتلمسان. فينا تخلد معركة في عام 1550 قدر فيها المغرب يضم تلمسان للسلطنة الشريفة، بل ويكملوا زحفهم نحو مستغانم، ولكن لم يوفقوا في ضمها كذلك وانسحبوا منها، وظلت تلمسان في سلطة المغاربة. ولكن بعد مرور سنة قاد حسن باشا هجوم مضاد وتمكن من استرجاع المدينة. وبعد مرور سنة قام سليمان القانوني بتغيير والي الجزائر وعاود بعث طلب الخضوع للسلطنة، ومرة أخرى السلطان محمد الشيخ رفض. فما بقى للعثمانيين إلا إرسال هجوم جديد بالإنكشارية، وقدروا يغلبوا الجيش السعدي وتمكنوا من دخول فاس، وتمت إعادة تنصيب أبو حسون الوطاسي سلطان. وتم إنشاء ما يمكن تسميته بالإنجليزية فاسال ستيت، اللي كترجم بالعربية دولة تابعة، يعني الدولة اللي تقدر تحتفظ ببعض الاستقلالية ولكن كتبقى تحت سلطة دولة أخرى. وهنا السلطان الوطاسي قام بضرب اسم السلطان العثماني في النقود والدعاء له في المنابر
ودفع الجزية. فين وصلوا السعديين؟ رجع محمد الشيخ لموطنه في سوس وبدأ يجهز جيشه من جديد، وهذه المرة يكون قادر يطرد الغازي التركي، وفعلا نجح في نفس السنة في استرداد فاس وطردهم منها في معركة شهيرة بمعركة تادلة، وفيها قتل أبو حسون، وقدر السعديون يتخلصوا من المنافسة الوطاسية، واعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي لبداية الدولة السعدية. في هذه اللحظة تأكد سليمان القانوني أنه أمام دولة ليست كبقية الدول اللي قام بضمها سواء هو أو أسلافه، وأن المغرب في أضعف حالاته قدر يوقف زحف أقوى جيش وقتها الانكشارية. المهم محمد الشيخ فكر باستراتيجية ووقف الحرب مع الإسبان والبرتغال، وأقام تحالف معهم لصد العثمانيين وشاركوا في هجمات مشتركة ضدهم، وقدر محمد الشيخ يغزو تلمسان في مساعدة لآخر وزراء الدولة الزيانية ونصبوا على رأس المدينة. هنا بدأ محمد الشيخ يتحدى سليمان القانوني ويسميه بسلطان الحواتة، اللي كتعني سلطان القوارب، حيث كان معروف على الدولة العثمانية في ذاك القرن صاحبة أقوى أسطول بحري في العالم. ولكن محمد الشيخ كان يشبههم بأنهم يحبون الصيد والسفر في البحر. كيفاش ظهرت هاد قصة سلطان الحواتة؟ سليمان القانوني حاول يسلك طريق دبلوماسي مع محمد الشيخ وهنأوا على انتصاره على الوطاسيين ووصوله لحكم المغرب، وعاود جد ليه طلب الدعوة للسلطان العثماني في المساجد وضرب اسمه في العملة كيف ما داروا قبل بنو وطاس. إلى لاحظت أن سليمان القانوني حاول يظهر كما لو أنه لم يكن له دخل في الصراع، كما لو أنه صراع داخلي مغربي على السلطة. المهم بعد ما كمل السلطان السعدي قراءة الكتاب المبعوث له حس بالغضب الشديد، حيث كان كيشوف نفسه أولى بالخلافة من الأتراك العجم، أمامه هو اللي عربي من نسل حسني شريف، وبعث يجيه المرسول العثماني وجاوبه ما عندي حتى رد على رسالة سلطانك حتى نوصل لمصر إن شاء الله. ديك الساعة نرد على السلطان الحواتة في تحدي وتهديد وإهانة واضحة. كيوصف الناصري المشهد أن المبعوث العثماني خرج مذعور وهو يلتفت وراءه حتى وصل لإسطنبول. هنا فين قرر سليمان القانوني يغير الاستراتيجية ولجأ للدسائس. قام بإرسال 12 فرد من عساكر انكشاريين للمغرب على أساس أنهم منشقين وهاربين من حاكم الجزائر. قدروا يدخلوا لقصر السلطان عن طريق أحد رجالاته اللي كان أصلا تركي وسميته صالح باي ويلقب بالكاهية، وقدروا يكسبوا ثقة محمد الشيخ من شدة ضخامتهم وقوتهم، وقصاوا عليه روايتهم وأنهم مستعدين يضمنوا له إيالة الجزائر تحت حكمه، وأنهم كانوا من المشاركين في ضمها للباب العالي، فضمهم السلطان لحرسه الخاص وسماهم اليكيشارية، كتعني بالتركية الجيش الجديد. في أحد أيام عام 1557 كان محمد الشيخ في حركة بجبل يسمى الدرن قرب تارودانت، وفي صمت الليل دخلوا لخيمة السلطان وقطعوا راسه وداروه في كيس وعمروه بالملح لكي لا يتعفن، وشدوا طريق الصحراء ومات خلال العملية بعض رجالات الدولة السعدية وكذلك بعض من أولئك العساكر في اشتباكات في الطريق. ومن نجا قدروا يوصلوا للجزائر باش يعبروا نحو اسطنبول. ومن شدة حقد سليمان القانوني أمر يتم وضع رأس محمد الشيخ في قفص نحاسي ويتعلق في باب قصره. ومن بعد ورث حكم الدولة السعدية عبد الله الغالب، وكان عارف أن الأتراك يستغلوا هاد حالة الاستنفار لدى المغاربة بعد اغتيال سلطانهم. وداك الشي اللي وقع، اجتاح الجيش العثماني المغرب بقيادة الحاكم حسن باشا اللي تم تنصيبه المرة الثالثة على الجزائر، ووصلوا حتى لحدود منطقة تاونات في منطقة واد اللبن، وهناك أين ستقع المعركة الشهيرة في عام 1558 اللي أصبحت شوكة في حلق العثمانيين وآخر مسمار في نعش أمل سليمان القانوني بضم المغرب. وقدر السعديون يزحفوا لتلمسان مرة أخرى بعد انسحاب الجيش العثماني، وما كملش الحملة بعد وصول خبر هجوم إسباني على الجزائر، وما يخرجوا منها السعديين إلا بعد مرور عام. المهم هالتقارب المغربي الإسباني يشوفوه البعض اللي كيدخلوا المشاعر في التاريخ والسياسة أن المغرب يعادي دولة مسلمة بتحالف مع دولة مسيحية. ولكن نرجع لموضوع التحالفات، رغم أنني من بين الناس التي لا تتفق مع فكرة النظر للتاريخ بالخير والشر والأبيض والأسود. المهم التقارب المغربي الإسباني وقتها كان مؤقت، حيث أصلا المغرب كان كيرسل مبعوثين سريين للأندلس لجمع الجزية من الموريسكيين لرغم إنهاء الحكم الإسلامي بها، ولكن ظلوا يبايعون سلطان المغرب بشكل سري. ولكن نهار انكشف أمرهم لدى الملك فيليب اتخذ إجراءات عنيفة بحقهم، شيء اللي سبب ثورة في عام 1568، وهذه كتبقى قصة جانبية. بعد ما تمكن عبد الله الغالب من تثبيت دولته كان لازم يضمن لولده وراثة العرش وحتى واحد ما ينافسه، الشيء اللي خلى بعض إخوانه يهربوا خارج المغرب ملتجئين لدى العثمانيين خوفا من اغتيالهم. استقبلهم السلطان سليم الثاني وأحسن ضيافتهم وقام بنزع رأس أبيهم من باب القصر. تقدر تتخيل أن هذه المدة كلها وهو معلق، لتتصور درجة حقد العثمانيين على المغرب. المهم الأمراء السعديين يبقوا في إسطنبول حتى العهد مراد الثالث، وبعد وفاة عبد الله الغالب في عام 1574 خلفوا ولده
محمد المتوكل. وفي عام 1576 وبعد سنتين شن العثمانيون هجوما على المغرب بجيش تركي تحت قيادة عبد الملك السعدي، وقدر يسيطر على فاس في معركة الركن وطرد منها المتوكل، ويعاود عبد الملك نفس السيناريو اللي قام به أبو حسون الوطاسي بأن يحول المغرب إلى فاسال ستيت خاصة بالعثمانيين. أما محمد المتوكل يلتجأ للبرتغال. علاش ما مشاش لإسبانيا الحليف الأقرب للمغرب؟ سبب أنها في ذيك الوقت كانت في حرب مع الإنجليز، والمغرب في عهد المتوكل وعبد الملك من بعده كانوا يقيمون صفقات ضخمة للأسلحة مع الإنجليز بمقايضة المعادن بأسلحة متطورة. المهم تقريبا الجميع يعرف حكاية المتوكل وطلب مساعدة الملك البرتغالي الشاب. الملك غيوافق على التعاون، ولكن في المقابل السيادة البرتغالية على سواحل المغرب، خاصة اللي حررها أسلافه. وهذا الفعل الشنيع يكون من أسباب نهاية السلالة السعدية المبكر في السنوات القادمة. لا بغيتي تعرف كيفاش، تفرج في حلقة صراع أبناء المنصور الذهبي. المهم البرتغال غتشن أكبر هجمة على المغرب، وتكمل بملحمة واد المخازن اللي تم فيها إبادة الجيش البرتغالي عن بكرة أبيه ومقتل الملك سيباستيان وأغلب الحاشية ديالو من النبلاء. والملك ما كان عنده حتى وريث، الشيء اللي سبب في أزمة وراثة سالت بسقوط البرتغال في يد ملك إسبانيا اللي أصلا كان خال سيباستيان. ولكن الخلاصة هو أن هذه المعركة شهدت وفاة سلطانين قبل الخضوع لقوى أجنبية. ورث الحكم أحمد المنصور الذهبي اللي قرر استغلال فرصة سقوط البرتغال وظهور هيبة المغرب في أعين أوروبا أحسن استغلال. وقال في نفسه علاش يكمل في سياسة خوه عبد الملك ويخضع العثمانيين رغم أنه كان من بين هذوك اللي التجؤوا لعندهم، ولكن قرر يكسر التحالف معهم، حيث المنصور كان له حلم عظيم أن خصص له حلقة واحدة، وهو تأسيس خلافة تشبه تلك الخلافة الموحدية والأموية، ولكن هذه المرة تكون في إفريقيا والقارة الأمريكية، ولما لا في الأندلس. ونجح في واحدة منهم بعد ما سيطر على إمبراطورية السونغاي في عام 1591 اللي حتى هي تكون عليها حلقة مفصلة. وهنا انتهت المرحلة الأولى من العداوة المغربية العثمانية. وقبل ما نمر للمرحلة الثانية، واش كتلاحظ أن المغرب في شكل السلالة السعدية كانوا أينما رأوا الخطر تحالفوا مع عدوه؟ فإذا كان الخطر قادما من العثمانيين تحالفوا مع أعدائهم الإسبان، وإن أتاهم الخطر من إيبيريا فيكون التحالف مع السلطان تركيا. ولما أصبح المغرب قويا طرد الجميع. غتقول لي شنو استفدنا؟ غنقول لك المستفاد أولا أنك تدرس في مادة التاريخ على 7 سلالات إسلامية مغربية فقط، وما عندكش درس اسمه إيالة فاس وإيالة مراكش. والمؤرخ المغربي لن يحتاج التفتيش في الأرشيف التركي ليستخرج تاريخ بلاده أو جزءا منه.